بسم الله الرحمن الرحيم. النادي الاهلي ينتصر على الالومنيوم بهدف نظيف في دور 32 من بطوله كاس مصر. والله ما عارف السنه دي ولا السنه اللي فاتت ولا لسه الموسم الجديد، ما اعرفش والله انهي بطوله، مع استمرار لمسلسل الاداء السيء من كولر والعك اللي بنشوفه من كولر، من تشكيل لتبديلات لقرايته الفنيه للملعب. بس ادعم عشان احنا في فتره صعبه، ما تتكلمش عشان احنا في فتره صعبه. ادعم الفريق، لسه عندك يوم الاثنين ماتش صعب، فما تتكلمش باي حاجه. بص، ما ينفعش تتكلم على اي لاعب، اوعى تجرح مشاعر اي لاعب، ما ينفعش. انا ممكن اعدي الاداء السيء والعك اللي المدرب بيعمله، بس ما يطلعش الاعلام يقنعني ان اللعيبه دي مش منسجمه، ان ده روتيشن لعيبه اول مره تلعب مع بعض. يعني جابت هاني وتاو، الناس دي اول مره تلعب مع بعض. مروان عطيه وديانج اول مره يلعبوا مع بعض. انت متخيل انت بتقول ايه؟ يعني مروان وديانج وتاو وهاني دول اول مره يلعبوا مع بعض. رامي ربيعه وياسر ابراهيم اول مره يلعبوا مع بعض. شوبير وربيعه اول مره يلعبوا مع بعض. عمر كمال ده اللي ممكن نقول جديد شويه، انما كل اللعيبه دي ما بتلعبش مع بعض. الروتيشن، كهربا ده ما كانش بيلعب مع المجموعه دي، ما لعبتش مع بعض قبل كده. اجيب لك فاينل افريقيا، مش اللي فات ده، لا اللي قبليه. تخيل بقى، يعني مش فاينل الترجي، لا فاينل الوداد اللي كان في القاهره، واقول لك تشكيلته ايه. فما تحاولش كاعلام تقنعني ان اللعيبه دي سوء الاداء اللي ظاهر ده هو بس عدم انسجام اللعيبه مع بعض. ما تقنعنيش بالكلام ده، عشان للاسف انت بتتكلم جمهور فعلا والله العظيم اكتر جمهور فاهم كوره في مصر. جمهور الاهلي جمهور فاهم كوره، جمهور مصلحته رقم واحد الفريق، مش مصلحته التطبيل للاعب ولا ينفخ لاعب. ما انا ما كنتش هطلع والله اتكلم عن المباراه، ان من وجهه نظري هي المباراه ما تستاهلش. انت كنت تضغط من اول ربع ساعه، اول تلت ساعه، هدف التاني انت خلصت كل حاجه. وواضح قوي على الفريق اللي قدامك من مستواه، بفنيه، بكل حاجه، ببدنيا، بكل حاجه. واضح قوي مستوى الفرقه. فانت لو ضغطت زي الناس، ولو فعلا كان عندك حلول سواء من اطراف الملعب او من الوينجات او حتى نص الملعب اللي احنا ما شفناهوش، كان ممكن يبقى ليك شكل وتنهي الماتش من بدري قوي. ما تفضلش قاعد كده. لو انت قاعد اللي هو ممكن الاهلي يوصل وقت اضافي، انت متخيل تلعب شوطين اضافيين مع فريق، مع احترامي للالومنيوم، اقل منك كتير، مع فريق بالمستوى ده؟ فالوضع بالنسبه لنا احنا كاهلاويه صعب شويه. معلش هنلتمس لكم العذر، عارف والله بتفكروا في ماتش بيراميدز، كل ده جميل، وهنعدي الفتره دي لحد ما نعدي الموسم ده بكل مساوئه، طول ما مسكنا عم كولر السباك ده مش مدير فني. ندخل لموضوعنا وتذاكر مباراه الاهلي وبيراميدز، وده كان الاهم بالنسبه لي. فريق بيراميدز كل ما يجي كده يبيض بيضه او يبقى متضايق شويه، او الاهلي يجي يديله على عينه ويطلع لنا بفيلم، يطلع لنا باي اختراع يشعلل الدنيا. دلوقتي تذكره الدرجه الثالثه شمال، او الدرجه الثالثه عموما ب 200 جنيه. الدرجه الاولى ام 150 بقت بكام؟ 2000 جنيه. ما انت رايح سانتياغو برنابيو، انت رايح سانتياغو، رايح الاليانز ارينا، رايح الاولد ترافورد، رايح السان سيرو، انت رايح الملاعب الجامده دي، فلازم تدفع. السان سيرو اجدع من الدفاع الجوي؟ مش اجدع من الدفاع الجوي. يمكن انا طالع اتكلم متاخر شويه عن الموضوع، انا سبت اللي يتكلم واللي يهري عشان انا عايز ارد بطريقتي. قبل بس ما ارد على بيراميدز، البتاع ده جميل قوي يا جماعه، والله العظيم مش عارف كده انتوا شايفينه صح؟ كوادر يا درم، ده للتسلخات. اول ما تحس ان انت مسلخ او الاهلي عامل لك حرقان في حته عيب، البتاع ده جميل جدا والله. كوادر يا درم كريم، انت هتجيبه كريم ما تجيبوش مرهم. ليه؟ الكريم حلو، ما بي المرهم زليطه وبتاع وايه، وتحس ان انت ماشي كده ايه، عاملها على روحك. اصل الوصفه دي دايما اوصفها برده لاخواتي الزملكاويه. كوادر يا درم كريم، البتاع ده تحفه لاي مشجع من مشجعين الاسيوطي، تمام، او مشجعين الولا حاجه. فانت تجيب البتاع ده 10 على 10، مش هيحسسك بحرقان، خصوصا لما الحرقان يبقى لون احمر. اول ما يبقى لون احمر هات البتاع ده. لو لون ابيض كينا كومبي شغال برضه، مش هنقول لك ايه، لا يعني مش هنحرمك من حاجه. نرجع لمرجوعنا ونتكلم على بيراميدز، والنقطه اللي بالنسبه لي هم لسه مش قادرين يستوعبوها. انت لسه بتعاند جمهور الاهلي؟ يعني انت مش متخيل جمهور الاهلي ده، او انت مش متخيل الفريق ده بالنسبه لنا احنا ايه؟ يعني ايه 200 جنيه احضر بيها ماتش دي؟ ايه 200 جنيه دي بالنسبه لي؟ ولا شيء والله العظيم. ولو خليتها 500 جنيه هتلاقي ناس هتحضر، ولو خليتها 1000 جنيه هتلاقي ناس هتحضر، بغض النظر عن القرار التاريخي اللي خدته اداره الاهلي بانها تتحمل 75% من قيمه التذكره لكل مشجع. يعني ممكن هتبقى ب 50 جنيه. فانت بتتحدى مين يا اهبل؟ يا اهبل بتتحدى مين يا اهبل؟ يا اهبل يا عبيط. 200 جنيه دي، والنبي قول لي انت دي 200 جنيه. راح بينزل على القهوه بيصرف له 150 200 جنيه. 200 جنيه اللي انت بتتكلم عليها، وبتتحدى مين؟ اكلح وارخم جمهور في العالم هو احنا. 200 جنيه يا معفن. هو ده تمامك للاسف. انت تمامك فلوس، ووجودك في الدوري فلوس، اشتريت ناس بالفلوس، وكشفت ناس كتير قوي على الساحه الرياضيه المصريه بالفلوس. انت وجودك اصلا كايدي في النادي الاهلي لا اكتر
ولا اقل. انما انت فريق من وجهه نظري انت لا قيمه، والله العظيم لا قيمه ولا شيء. واللي عاملك كده للاسف بعض من جمهور الاهلي وجمهور القطيع الابيض هم اللي ظاهرينك شويه. ولولا المؤجلات اللي للاسف الاهلي بيتورط فيها كل موسم، انت ما كنتش هتبقى متصدر دوري اصلا، ولا كنت هتبقى في الصوره كده. كان زيك زي اي موسم، ثالث رابع خامس، العادي بتاعك. انما تبقى بتنافس كده الاهلي، هو ده انت مش للاسف انت مش مستوعب حته ان انت تبقى بتنافس الاهلي والاهلي كده في صراع معاك. فاهدى شويه وهديها. وزي ما قلت لك كل ما تحس ان الحرقان لون احمر حط له ايه؟ كوادرا يا درم، صدقني هينفعك. اسالني عشان دي وصفه دايما بكتبها لاخواتك الزملكاويه. سلام.